بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا وسهلا بكم في وصفات أصيل. جيتكم اليوم بوصفة منزلية طبيعية، وهي الياغورت السائل بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت وناجح 100%. فوتوا مباشرة المقادير هذه الوصفة. نحتاج في الوصفة نتاع نهار اليوم شكارة حليب، 2 علب ياغورت ممزوج بذوق الفراولة. نحتاج كذلك 3 إلى 4 ملاعق سكر. أول حاجة نديروها هي أننا نقسم الشكارة تاع الحليب على 2 كيما راكم تشوفوا. كذا طريقة. نحط النصف الثاني في إناء، النص اللي حطيناه في الكسرونة نضيفوله ملاعق السكر كما قلنا من 3 إلى 4 ملاعق. نحركو مليح ونحطوه مباشرة فوق النار. أما النصف الثاني نضيف له 2 علب الياغورت الممزوج. أنا هنا اخترت ذوق الفراولة، أنت لك حرية الاختيار في الذوق اللي يحبوه الأطفال نتاعك. يعني الذوق نتاعو راح يكون رائع. أنا هنا ما تحصلتش على اللون اللي راني حباته. نضيف عطر الفراولة، نضيف ونخلط حتى نتحصل على اللون المرغوب فيه كما راكم تشوفوا. أنا هنا راني حصلت على اللون اللي حبيته. ناخذ الحليب تاعنا اللي يكون غلا، نفرغوه مباشرة على الخليط، يعني نص بارد ونص سخون، ونحرك مليح. الخليط نتاعنا يعني راهو واجد. نغطوه بكيس بلاستيكي ونخلوه مدة ليلة كاملة. إذا كنتي مستعجلة سيدتي خليه 6 ساعات فغطوه مليح. نغطيه بطرشولة ونحطوه في مكان يكون دافي مدة ليلة كاملة. أنا كما راكم تشوفوا الياغورت تاعي بعد ما فاتت عليه ليلة كاملة راح نحيلو الكيس بلاستيكي
راح يحبوه الأطفال نتاعك. هاوليك الياغورت تاعنا رائع غني بالحبيبات. نخلطوه مليح، نحطوه يبرد ونقدموه، خاصة الأطفال اللي ميحبوش يشربوا الحليب. هاوليك الياغورت تاعنا وعجبو كيما اللي يتباع في المحلات، وإن شاء الله ينال إعجاب الأطفال نتاعكم وتجربوا الوصفة. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاعنا اليوم وتجربوها وتخلونا رأيكم. ما تنسوناش دعم للقناة، واللي أول مرة يزور القناة تاعي ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. نقولكم إلى اللقاء في فرصة أخرى بإذن الله.